ازيك يا عزيزي؟ جيت لك بجزء جديد من حكايه بطلتنا إلسا. بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش تصلي على النبي وتصلي، لان صلاتك اهم من الفيديو اللي نتفرج عليه. ويلا بينا نبدا الحكايه. وبنشوف مشهد جميل جدا، هو ان اليوم ده هو يوم مهرجان الشمس الكبير اللي بيتعمل كل سنه في مملكه رالت. المهرجان ده مش مهرجان عادي، ده احتفال رسمي بتاسيس المملكه نفسها، يعني حاجه كبيره قوي على مستوى البلد كلها. وفي اليوم ده كل النبلاء من كل حته في المملكه بيتجمعوا في قاعه واحده كبيره في العاصمه الملكيه علشان يحضروا الاحتفال الرسمي. الجو كله فخامه وقبها، والمكان مليان ناس من الطبقة الراقية. بعد ما الاحتفال الرسمي خلص، إلسا بتعبر عن إعجابها الشديد بالحفل اللي في العاصمة الملكية. بتقول إن الحفل كان مبهر جدا وإنه خلاها متوترة قوي. فجأة حد بينادي عليها أختي الكبيرة، وطلع إن أخوها الصغير هانيس. إلسا فرحت جدا لما شافته وسألته إزاي كانت جولته في القصر، وقالت له إنها سمعت إنه هيشتغل هنا من السنة الجاية. هانيس قال لها إنه لسه راجع من تقديم نفسه للأمير أليكسيس. هانيس بيسألها لو حد بيتنمر عليها أو بيعاملها بطريقة مش كويسة، وقال لها إن هو دلوقتي بيدرس نظام العدالة، فلو حصل أي حاجة تقدر تقول له وهو هيساعدها. وكمان نصحها انها تحتفظ باي دليل. إلسا طمنته وقالت له انها كويسه خالص وانهم بيعاملوها حلو قوي. حكت له انها خدت ركن من الجنينه وعملت فيه حته ارض زراعيه تزرع فيها خضار، وانها بتقعد تخيط مع الخدم بتوع البيت. وكمان راحت حفله شاي الايام اللي فاتت. بس في اللحظه دي هانس لاحظ حاجه مهمه في كلام اخته، وهو انها مش بتقضي وقت كتير مع اللورد يوليوس نفسه. إلسا بتبص على الجو الحلو بره وبتقول ان اليوم جميل ومناسب لذكرى زي دي، وان المهرجان في البلد لازم يكون مزدحم ومليان حياه. إلسا بتعترف انها من زمان ما راحتش اي حته غير حفلات الشاي الاجتماعيه، فالموضوع ده ممتع بالنسبه لها. وقتها اخوها حماسه بيعلى وبيقول لها بدل ما انا هنا يلا نروح نشوف المحلات في البلده. وكمان اللورد يوليوس كان في اجتماع مع الامير اليكسيس، وتقريبا كده هيقعدوا وقت طويل. هي بتكون متردده شويه، بس هانس بيقنعها انه بدل هو معاها يبقى مفيش مشكله. إلسا في الاخر بتوافق، وبنلاحظ ان سرافينا شافتهم. في نفس الوقت اللورد يوليوس خلص شغله، وسرافينا بتقابله وبتشكره على مجهوده في تنظيم الحفل. يوليوس بيرد عليها بادب وبيقول لها سرافينا انت جميله كعادتك كل يوم، حتى وسط ورود المهرجان انت بتلمعي بشكل ملفت. سرافينا فرحت بالكلام ده وحاولت تستغل الفرصه. قالت له ان ابوها عامل حفله سهره بالليل وعايزاه يجي. يوليوس بدا يفكر ان حضور الحفله ممكن يكون مفيد من ناحيه التحقيق لتحركات عائله الكونت برنيلا. بس سرافينا قالت حاجه خلت كل حاجه تتغير. قالت له لو انت بتفكر في الليدي إلسا، انا لسه شايفاها مع راجل وماشيين ناحيه البلده. الكلام ده نزل على يوليوس زي الصاعقه. سرافينا كملت وقالت بخبث بدل مراتك بتتصرف في الحريه دي يبقى انت كمان المفروض. بس يوليوس ما ردش عليها بالطريقه اللي هي كانت عايزاها. بدل ما يوافق على الحفله سالها هما كانوا رايحين ناحيه انهي حته في البلده. سرافينا اتفاجئت وقالت له انها مش متاكده بالظبط. يوليوس اعتذر لها بادب وقال لها انا اسف جدا، بس انا عندي خطط تانية النهارده، اضطر اسيبك. وساب سرافينا ومشي. سرافينا اتصدمت وقالت ده رفضني. بعدها بتشيل الدبوس اللي وقع منه وكان مكتوب عليه من إلسا ليوليوس. سرافينا بتستغرب وبتقول لا تكون دي هديه من مراته. يوليوس راح اوضه إلسا وبيسأل هي فين إلسا، والخدمات قالوا له انها راحت تشوف المهرجان وانها غالبا في الميدان اللي في الشارع الرئيسي. يوليوس قال جواه يعني هي فعلا راحت مع راجل. وبعدها بيمشي. وهنا بنشوف مشهد مهم. يوليوس بيجري بيدور على إلسا، وهو بيجري بيبدأ يسأل نفسه انا بعمل ايه؟ ده جواز مصلحة، جوازي منها كان علاقة منفعة متبادلة، احنا زوجين بس ده للمظاهر. بيحاول يقنع نفسه ان مش المفروض يهتم، وان مهما هي تعمل المفروض مش يفرق معاه. بس برضه هو مش قادر يمنع نفسه من القلق والغيرة. وفي الاخر بيلاقيها مع اخوها. يوليوس بيقول جواه انا بتمنى ان اقدر اثق فيكي. يوليوس بينادي على إلسا وبيمسك ايديها وبيبص لها وبيبص الراجل اللي معاها وبيسالها بتوتر مين الراجل ده. إلسا بكل بساطه قالت له خليني اقدمه لك، ده اخويا الصغير هانس. هانس بيسلم عليه اهلا يا لورد يوليوس، احنا ما كانش عندنا وقت نتعرف على بعض كويس في الفرح. يوليوس وقتها اتصدم. اخوها هانس فكره انه جاي النهارده كممثل عيتي وكارين وعشان ياخد جوله في القصر. يوليوس حس بالاحراج الشديد، وإلسا حست ان في حاجه غلط. وبعدها بصت له اللي هو انت ماسك ايدي جامد. فيوليوس بيعتذر عن تصرفه المفاجئ، ولكن إلسا بلطفها المعتاد قالت له لا انا اللي اسفه اني خرجت من غير ما اسيب لك رساله، انت جيت هنا بسبب شغلك صح ولا ايه؟ فيوليوس بيرد بتردد مش بالظبط كده. هانس اللي كان بيراقب الموقف ده كله ابتسم وقال لنفسه ايه ده، يعني هو فعلا بيحب اختي؟ إلسا عرضت عليه يفضلوا مع بعض، وقالت له ان المحلات عندها عصير فريش وجراتن بالجبنه. بس فجاه هانس افتكر ان عنده حصر تجول في المكان اللي هو نازل فيه وانه لازم يمشي. اعتذر وقال ان هو نازل قريب فهيسيبهم مع بعض. وقبل ما يمشي بص ليوليوس وقال له خلي بالك من اختي. وبعدين مشي. يوليوس علق وقال لإليسا انت واخوكي شبه بعض قوي. إلسا استغربت وقالت له ازاي؟ في البيت كانوا دايما بيقولوا لنا اننا شبه بعض قوي. بعدين يوليوس نصحها انه رغم ان العاصمه الملكيه امنه بشكل عام، بس يفضل ما تمشيش من غير حد معاكي. إلسا اعتذرت وقالت له انها ما كانش بتفكر كويس، وان المهرجان كان شكله حلو قوي فنسيت. يوليوس بيقول لها انا كنت قلقان عليكي. وبعدين قال لها انه خلص شغله وبص على الاكل اللي كانت ماسكاه وسالها فين اقدر اشتري واحده من دول، كنت عايز اجرب انا كمان. إلسا فرحت جدا وقالت له طبعا يلا نروح مع بعض. وهنا بتشوف مشهد جميل جدا. يوليوس وإلسا بيتمشوا في المهرجان سوا لاول مره، بياكلوا مع بعض. يوليوس بيقول ان الاكل لذيذ. إلسا بتلاحظ ان في حاجه بتحصل هناك وبتساله لو عايز يروح يشوف، وهو بيوافق. يوليوس بيقول جواه ان احضر
المهرجان مع حد ما كنتش متخيل ان ممتع للدرجه دي. بعد لما روحوا يوليوس بيلاحظ حاجه، زرار الكم بتاعه ضاع، لان ده مش زي اي زرار كم، دي الهديه اللي لسه كانت مديها له. لسه رجعت البيت سعيده جدا وبتقول ما كنتش متخيله اني هقدر احضر مهرجان الشمس مع جوزي. الخادمه جابت لها شاي وإلسا شكرتها. في نفس الوقت بتوقع صندوق الموسيقى بسبب تسرعها وبينكسر. تاني يوم الامير بيتكلم عن اللورد يوليوس، بيقول ان الابن الوحيد لعيله دوقيه رويس ومساعد شخصي لولي العهد في مملكه رالت، يعني نخبه النخبه، وفوق كده وسيم جدا. وحتى بعد جوازه الستات لسه بتحاول تقرب منه. بس الغريب ان النهارده اللورد يوليوس كان بيمشي في القصر بتصرفات غريبه قوي. جيري لاحظ الموضوع ده وقال ان حتى مع كل اللخبطه دي يوليوس مش واخد باله منهم، ودي حاجه مش عاديه خالص. والسبب ان يوليوس كان بيدور في كل حته على زرار الكم الضايع. بيقول جواه لازم يكون وقع مني يا جوه القصر يا في المهرجان حوالين الميدان. بيدور ويدور ومش بيلاقيه، وبالليل بيفضل يفكر دورت كتير قوي ولسه مش لاقيه. هل استسلم ولا اني ضيعته؟ فجاه إلسا جات له وطلبت منه دقيقه من وقته. يوليوس قلق وسالها هو في حاجه حصلت ولا ايه؟ إلسا قالت له انها عايزه تتكلم معاه في حاجه. يوليوس شاف وشها الحزين وفكر هل هي عرفت ان ضيعت الزرار؟ بس المفاجاه ان إلسا ما كانتش بتتكلم عن الزرار خالص، كانت بتتكلم عن صندوق الموسيقى بتاعها. قالت له ان بسبب عدم انتباهها الصندوق وقع واتكسر. الصندوق ده كنز شخصي بالنسبه لي، وكانت عايزه تروح البلده تدور على حد يصلحه. يوليوس ارتاح شويه وقال لها فهمت، خليني اعرفك على محل تصليح ساعدني قبل كده. إلسا فرحت جدا وشكرته. راحوا محل التصليح، بس صاحب المحل قال ان التصليح صعب لان ما عندوش قطع غيار بديله للجزء المكسور، وكمان قال ان التصميم من جوه ومن بره مش زي اي حاجه شافها قبل كده، وانه متاكد ان الصندوق ده مش مصنوع في مملكه رالت. إلسا حزنت وقالت لو كنت اكتر مسؤوليه، بس طبيعي لان كل حاجه في يوم من الايام بتتكسر، وده كله بسبب اهمالي انا من الاول، فما تشيلش هم ده. وبعدين سالها انت بتحب الحاجات الحلوه صح؟ إلسا قالت له ايوه. فيوليوس بيجري على طول على الكشك وبيفاجئها بوافل. يوليوس بعدين طلب منها حاجه بخصوص صندوق الموسيقى، ممكن تسيبيه معايا فتره؟ وإلسا بتوافق على طول. بنشوف يوليوس عند الملك وبيكون فحص الصندوق كويس ويعرف انه من دوله ليبروم، البلد اللي جنب دوقيه يوكارين. الملك بيقول انه درس هناك فتره قصيره وشاف تصميمات زي دي. يوليوس ساله لو ممكن يتواصل مع حد في ليبروم عشان يصلح صندوق الموسيقى. أليكسيس ساله هو مهم في حاجه، يعني هل هو نوع من انواع المساومه؟ يوليوس رد بتردد لا، هو بتاع مراتي وهي بتعتز بيه قوي. أليكسيس ابتسم وقال فهمت، يبقى اعمل اللي انت شايفه، وكمان من النادر قوي انك تطلب طلب شخصي. أليكسيس سال يوليوس اوعى تكون انت اللي كسرته. فيوليوس بيقول له لا. طيب قول لي السبب. يوليوس بيعترف ان في حاجه عايز يعتذر عنها، وده جزء من التعويض. وهنا يوليوس اعترف بالحقيقه انه ضيع اول هديه مراته اديتها له. أليكسيس قال له لو كانت مراتي كنا هنتخانق على الموضوع ده اكيد، وبجد لو ما اعتذرتش بسرعه هتكرهك. بس بعدين بيقول له لا انا بهزر معاك. بعدين يوليوس قال حاجه مؤثره جدا، يوم فرحنا انا قلت لها بغرور ان رغم اننا اتجوزنا انا مش ناوي احبها، بس من تاني يوم هي عملتني كاني فرد من العيله. في عيد ميلادي احتفلت بيه كانه اكتر امر طبيعي في الدنيا، وادتني هديه. الامير أليكسيس سمع الكلام ده وقال له بجديه يوليوس انا ممكن اكون امرتك تتجوز، بس انا عمري ما امرتك ان الجواز يكون شكل بس. أليكسيس بيقول بعد ما يوليوس مشي انا كنت فاكر انه فقد القدره انه يحب حد، بس الموضوع ماشي في اتجاه كويس جدا. بنشوف بعدها يوليوس مع الصندوق وبيفكر في حاجه، وبنروح بعدها لإلسا وبتقول ان بعد ما راحوا محل التصليح يوليوس خد صندوق الموسيقى معاه. فيا ترى هو رماه؟ انا كان لازم اقول له ان حتى لو مكسور انا عايز احتفظ بيه، لان بعد كده يوليوس سافر لمنطقه تانية بسبب شغله تفتيش في اقليم تاني. إلسا ما قدرش تساله عن صندوق الموسيقى فين، وهي قاعده في الجنينه بتزرع انشغلت بالتفكير لدرجه انها حفرت بره حدود الارض الزراعيه بتاعتها من غير ما تاخد بالها. وفجاه يوليوس رجع ونده عليها، وبعدين قالت له اهلا برجوعك البيت. يوليوس اعتذر انه اتاخر، وبعدين فجاه بصندوق الموسيقى متصلح ورجع زي الاول. إلسا ما صدقتش عينيها. يوليوس فتحه وسمعوا اللحن مع بعض، وبعد لما شاف ردة فعلها ابتسم وقال دلوقتي فهمت، اللحن اللي كنت بتردديه من وقت للتاني كان من الصندوق ده. إلسا عينيها لمعت وحكت له القصه دي حاجه متوارثه، جدي وجدتي ادوا له ماما، ولما كنت صغيره كنت بزن على ماما وبابا عشان يسمعوني اللحن، فلما اتنقلت للقصر هنا كانوا لطاف معايا قوي لدرجه انهم ادوني الصندوق. يوليوس شافها وهي بتبتسم اخيرا وقال لها اخيرا ابتسمتي، وبعدين قال لها وانا كمان جبت لك الهديه دي، وطلع اكسسوار للشعر. إلسا قالت له واو دي جميله قوي، وبعدين قالت فهمت، يعني انت سافرت المنطقه التانيه عشان تصلح الصندوق ده؟ فيوليوس رد عليها ببساطه حاجه زي كده. إلسا قالت له ما كانش لازم تتعب نفسك. فيوليوس بيسالها ممكن احط الاكسسوار ده في شعرك؟ وإلسا وافقت بفرحه. يوليوس حطها وقال زي ما كنت متوقع، لايقه عليكي جدا. في اللحظه دي الخادم جه وقال انه عنده عشاء مع ناس تانيه ولازم يستعد، وقبل ما يروح مع الخادم إلسا شكرته من قلبها وقالت له خلي بالك من نفسك، وبعدها بيمشي. بتفتكر وقتها كلام اهلها صندوق الموسيقى ده كنزنا، وفي يوم من الايام انت كمان مع زوجك اتمنى تقدروا تسمعوا الاغنيه دي مع بعض. وفي مشهد تاني سرافينا بتقول لنفسها ودلوقتي امتى بعتها، وده بيوحي انها بتجهز حاجه تانيه لإلسا. ودي تكون نهايه الحلقه يا عزيزي. في النهايه ما تنساش تصلي على النبي وتصلي، لان صلاتك اهم من الفيديو اللي انت تتفرج عليه. اليوتيوب يا عزيزي بيقول لك ان الفيديوهين دول يعجبوك، ليه ما تجربش تتفرج عليهم؟